مرحبا بكم. اليوم نتكلم عن خبر يقلق كل محبي كرة القدم المغربية: إصابة نجمنا الكبير أشرف حكيمي. في هذا الفيديو سنفصل ما جرى من إصابة، مدة الغياب المتوقعة، وتأثير ذلك على مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا المقبلة. فهل سيشارك أم ستأتي رحلتنا من دون قائده؟ إذن فلنبدأ. الفحوصات الطبية. خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال، تعرض حكيمي لتدخل قوي على الكاحل. الفحص الطبي أوضح أنه يعاني من تمزق في الرباط مع بعض التضرر الخفيف للرباط الدلتويد في الكاحل. الخبر الجيد: لا حاجة لعملية جراحية حتى الآن. الخبر المقلق: مدة الغياب قد تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بحسب المصادر. هل سيشارك مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا؟ المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي يستعد لاستضافة كأس إفريقيا 2025، ما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية. الركراكي أبدى تفاؤلاً حذراً وقال إن الفريق سيعمل كل ما بوسعه لتحضير حكيمي، لكنه أكد أيضاً أنه لن يغامر بصحة اللاعب. مع ذلك الوضع الزمني ليس في صالح حكيمي. إذا بقيت مدة الغياب 6-8 أسابيع كما تشير التقارير، فقد يفوت المباريات الأولى للبطولة. الأمل يبقى قائماً لعودته في مراحل متقدمة من المنافسة إن سارت عملية التأهيل على ما يرام. ماذا يعني غيابه؟ غياب حكيمي سيكون خسارة كبيرة للمنتخب من حيث الخبرة، القيادة والسرعة على الجهة اليمنى، لكن هناك بدائل داخل المنتخب يمكن أن تحاول سد هذا الفراغ، مما يجعل الأمر تحدياً جديداً. في الجانب النفسي، وجوده حتى على دكة البدلاء يعد عامل تشجيع كبير للفريق. من جهة الأندية، غيابه أيضاً يعني ضغطاً إضافياً على ناديه باريس سان جيرمان، وربما ظهور بديل مؤقت. إذن ما يمكننا استنتاجه؟ إصابة أشرف حكيمي فعلياً والمدة المتوقعة تشكل تحدياً كبيراً لمشاركته المبكرة في كأس الأفريقية، لكن الأمل كبير بأن يعود في مراحل متقدمة، أو على الأقل يكون موجوداً مع فريقه لمساندته. أخبروني في التعليقات، هل تتوقعون أن يكون جاهزاً من البداية أم تتوقعون غيابه لفترة أطول؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكراً لكم وإلى اللقاء.